بتقولي بقى جوزك متغير ليه؟ والله ما انا عارفه يا ماما، بقاله كام يوم كده مش متظبط. كل ما اقول له احط لك تاكل يقول لي لا انا اكلت قبل ما اجي، انا اكلت في الشغل، انا اكلت ما اعرفش ايه. طب ما يمكن يا بنتي عشان عنده شغل كتير فبيضطر ياكل بره اي حاجه وبيرجع شبعان. لا يا ماما، حسن مش كده، دايما يحب ياكل معانا. حتى لو عنده شغل كتير وبيسهر في الشغل بيرجع برضه ياكل معانا. والله ما انا عارفه اقول لك ايه يا بنتي، بس احسن حل المواجهه. ما انا بواجهه يا ماما، بقول له انت متغير معانا ليه؟ يقول لي مفيش حاجه، عندي ضغط شغل. طب اقول لك حاجه، انت في عز شغله كده تقومي متصله بيه وتشوفيه بيعمل ايه، فعلا في الشغل ولا في حته تانية. حاضر يا ماما. يلا يا حبيبتي انا هضطر امشي عشان سايبه ابوكي لوحده. بيبصي لي الولاد لما يجوا من المدرسه. حاضر يا ماما. وانت سلمي لي على بابا كتير. يوصل يا حبيبتي. ترى ايه اللي وراك يا حسن؟ اما اكلمه كده لما افتح السبيكر كده عشان اسمع كويس. الو. هو مين معايا؟ انا بتصل على حسن جوزي. انا محمود صاحبه. هو خرج من ساعه قال انا رايح البيت ونسى التليفون في المكتب. بيت ايه؟ انا مراته وهو ما جاش البيت. والله انا ما اعرفش يا مدام. هو قال انا لازم اروح البيت ضروري ونسى التليفون في المكتب. وانا لما لقيت الرقم متسجل بالبيت قلت اكيد هو اللي بيتصل بيطمن على تليفونه، يمكن نساه هنا ولا هنا. قلت اما ارد اقول له ما تخافش تليفونك في المكتب. اه طيب ماشي ماشي، شكرا سلام. والله عالية يا استاذ حسن، بقت تخلع من الشغل ساعة وساعتين وتكذب وتقول له رايح البيت. يا ترى بتروح فين؟ كويس ان انا اتصلت في الوقت ده. ماشي لما تجيني. ساره. كنت فين يا استاذ حسن؟ ايه ده مالك بتزعقي كده ليه؟ رد على قد السؤال، كنت فين؟ ايه اللي كنت فين؟ كنت في الشغل. اه وتليفونك فين بقى؟ تليفوني؟ انت اتصلت بيا؟ ايوه اتصلت بيك، واللي رد عليا صاحبك في المكتب وقال لي انك نسيت التليفون وانك قلت له انك رايح البيت وجاي. يعني مش بس بتكذب عليا، ده انت بتكذب على كل اللي حواليك. اه ما انا كنت جاي البيت فعلا، انا كنت هاجي البيت عشان استريح شويه لاني كنت حاسس ان انا تعبان، وانا سايق حسيت بدوخه، قلت لا انا كده لازم اروح اطمن على نفسي اشوف الدوخه دي جايه من ايه. ورحت المستشفى يعني، وقاسوا لي الضغط وقالوا لي ضغطك واطي شويه، وجيت اهو. ما هو بالعقل كده، انا من امتى بسيب تليفوني ولا بنسى تليفوني؟ طالما نسيت تليفوني يبقى في حاجه ضروريه. اه وانت فاكر بقى الفيلم الهندي ده اللي قلت لي هيخيل عليا؟ شايفني برياله قدامك عشان اصدقك؟ والله تصدقي ما تصدقنيش انت حره، المفروض يكون في ثقه بينا وكلامي يكون عندك ثقه. انا داخل انام. ماشي يا حسن ماشي. ساره. يا ساره. ايه لابس ليه؟ ما صحتنيش ليه احضر لك الفطار؟ لا قلت اخليكي نايمه بقى وانا افطر في المكتب. حسن انت بقالك شهر على الموال ده، لا بتفطر في البيت ولا بتتغدى ولا بتتعشى، هو في ايه؟ يعني انا غلطان يعني اني بريحك من الاكل والشرب؟ تريحني من ايه ومن امتى الكلام ده؟ ما احنا بقالنا 15 سنه متجوزين، عمرك ما قلت لي الكلام ده. يا حسن صارحني، هو انت لقيت حاجه في اكلي قرفتك من اكلي؟ يا ستي اكلك زي الفل، مين قال كده؟ بس كل الحكايه هي ظروف، يعني انا صحيت متاخر قلت افطر في المكتب. طب انت هتقبض النهارده ولا لا؟ ايوه هقبض النهارده. طيب ماشي عشان انا محتاجه فلوس. طيب ماشي، يلا سلام عليكم. ماما يلا يا ماما عشان تعملي لي سندوتشات. سندوتشات؟ طيب يلا تعالى. انت جيت يا حسن، حماتك بتحبك. صحه وعافيه يا ستي. يلا بقى ادخل اتشطف كده وتعالى عشان ناكل سوا. لا يا حبيبتي، بالهنا والشفا عليكم انتوا. انا اكلت. لا بقى. ايه ده يا مجنون اللي انت بتعمليه ده؟ انت بترمي نعمه ربنا على الارض، هتزول من وشك. يا اخي ده انا اللي نفسي ازول من وشك. ايه هو كل يوم تاكل بره؟ ما انت لو قرفان قول لي خلاص. انا يا ستي انا قرفان من ايدك، ما تطبخيش مش واكل منك حاجه. ولو داير على واحده تانية بتاكل معاها برضه عرفني، خليك راجل كده وعرفني. ايه هتخيبي ولا ايه؟ احترمي نفسك. ده انا اوزع رجوله على كل عيلتك. ما تضطرنيش اقول كلام انا مش عايز اقوله، خلاص باكل مع زمايلي خلصنا. ايه ما كفرتش؟ انا داخل انام. ان شاء الله مع انك كلت معانا، ولا عمري بعد كده هقول لك تعالى كل معانا. يا ريت يا شيخه. مش عارفه اعمل ايه يا ماما، خلاص زهقت وطهقت وفاض بيا. انا بفكر اطلب الطلاق. بس بنت بلاش هبل. يعني انت شاكه ان في واحده تانية وعادي كده تطلبي الطلاق وتسيبوها لها على الجاهز؟ يا خيبتك. طب اعمل ايه يا ماما؟ قوليلي حل. خدي مني بقى الكلام المفيد. انا هبعت اخوكي يراقبه من طلعة الصبح لغاية ما يروح. يراقبه؟ ايوه يا بنتي يراقبه، ويشوف بيروح فين وبيجي منين. ما انتي اتصلتي بيه مرة ما لقيتوش في المكتب، وبتقولي بياكل بره وبيشرب بره وبيرجع عايز ينام بس. الموضوع ده فيه يعني انا مش مكبرة الموضوع صح؟ لا يا حبيبتي الموضوع كبير. سيبي عليا الموضوع ده، من بكرة هبعت اخوكي يراقبه ويفضل قاعد مستنيه. خلاص ماشي يا ماما. الو. ايوه يا ماما.
ايوه يا ساره، اخوكي بيراقب جوزك وشافه من نص ساعه داخل بيت ومعاه عيلين. انت متاكده يا ماما؟ ايوه اخوكي متاكد ومصوره بيقول. لو سمحتي يا ماما قولي لاخويا يبعتلي على الواتس موقع البيت. يلا مع السلامه. بقى كده يا حسن؟ طلعت متجوز عليا ومخلف كمان يا حسن. شفتوا بقى جايب لكم ايه النهارده يا بنات؟ صينيه بشاميل وفرخه. الله يا بابا، انا بحب الفراخ قوي. وانا كمان بحب الفراخ قوي. بالهنا والشفا عليكم يا حبايبي، يلا اقعدوا بقى كلوا. وانت مش هتاكل معانا يا بابا النهارده؟ لا انتوا النهارده كلوا لوحدكم وانا هاكل معاكم بكره. طيب ليه يا بابا؟ عشان مش باكل مع طنط ساره خالص وهي زعلانه، هبقى اعرفكم عليها مره. يا ريت يا بابا. طب يلا يا حبيبتي تعالي اقعدي على الكرسي هنا قدام اختك وكل. خلي بالك من اختك يا سوسو، اوعي تسيبيها تطلع على السلم وتقع بالكرسي. حاضر يا بابا. استنى اشوف مين. ساره، انت ايه اللي جابك هنا؟ وعرفتي المكان ده ازاي؟ مين دول يا حسن؟ انت قول مين دول. بقى بتستغفلني؟ متجوز عليا ومخلف وبتستغفلني؟ يا شيخ حسبي الله ونعم الوكيل فيه. عشان كده مش طايقني ولا طايق ولادك وبتاكلش معانا. اتاريك بتيجي تاكل مع عيالك. ممكن تهدي بس وتبطلي عيط عشان اقدر افهمك؟ هتفهمني ايه؟ قول هكذب عليكي، هستغفلك، هألف عليكي افلام. الصورة واضحة خلاص يا استاذ حسن، كل حاجة انكشفت. طب تعالي بس معايا وانا هفهمك كل حاجه، تعالي يلا قدامي. خلي بالك من اختك يا سوسو، هرجع لكم تاني. تعالي اقعدي يا ساره وانا هفهمك. بطلي عياط بقى عشان اعرف اكلمك. مالكش دعوة بيا، فهمني يلا. دول يا ست اتنين اخوات، واحده منهم مشلوله، ابوهم ميت ومرات ابوهم هي اللي مشغلاهم، بتخليهم يطلعوا يتسولوا على الكباري وفي الشوارع. شفتهم كذا مره وانا معدي، لقيتهم قاعدين على الكوبري في عز الشمس. لفتت نظري البنت يعني المشلوله، رحت كلمتهم وعرفت قصتهم وقلت لا انا مش هسيبهم كده. اخدتهم واجرت لهم اوضه تحت السلم، ده اللي في مقدرتي. قلت هو احسن من الشارع. والعيل فرحوا وزقططوا يا عيني. انا الصراحه ما كنتش هقدر اسيبهم في الشارع، كان لازم اعمل كده. والموضوع ده كده بقاله شهر من ساعه ما بطلت اكل في البيت هنا معاكي. قلت بقى عشان ما يخافوش مني ويتعودوا على المكان والاوضه وما يعيطوش، بقيت كل يوم اروح افطر واتغدى معاهم. طب وانت يا حسن ما قلتليش ليه على حاجة زي كده من الأول؟ يعني أنا كنت هعارضك؟ ما أنا أكيد كنت هشاركك في الثواب. انا الصراحه كان نفسي تكون حاجه بيني وبين ربنا، بس كان اكيد هيجي اليوم وكنت هقولك. وأنا اللي شكيت فيك، قلت انت أكيد بتخوني. الخيانة يا سارة مش دايما شكلها واحد، ساعات بنخون إنسانيتنا لما بنشوف حد محتاج وما نساعدهوش. أنا بجد يا حسن فخورة ومحظوظة بيك جدا. ومن هنا ورايح أنا هاجي معاك وهاخد العيال ونفطر ونتغدى هناك عشان نحسسهم بجو العيلة اللي اتحرموا منه. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. ويخليك ليا يا حبيبي. في ناس بنظلمهم بسوء ظننا وبنحاسبهم من قبل ما نسمعهم. مش كل سكوت خيانة، ومش كل تصرف غريب وغير معتاد نية وحشة. ساعات القلب الطيب بيتهاجم لمجرد انه بيخفي خيره. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو حبيتونا حطوا لنا لايك وتعليق حلو عشان تدعمونا. بنحبكم بنحبكم قوي. قوي.